مساء الخير، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأول بصوا، هي طريقتي دي كل ما أحاول أجربها أجرب طريقة تانية بلاقي نفسي لا مش عارفة أجرب طريقة تانية. الطريقة دي أكتر طريقة بتنجح معايا. وعملناها قبل كده مع بعض. بس جربوها بجد، ما بستغناش عنها في البيت. هقول لكم الطريقة بس قبل ما نبتدي يا ريت نعمل اشتراك في القناة. معلش أنا بقفل الشباك عشان الصوت فتلاقوني اتلخمت. يا ريت نعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو وشير إن أمكن إن شاء الله. ده معانا كيلو دقيق، كيلو دقيق الضحى متعدد الاستخدامات. حاولي تجيبي دقيق، كل ما تجيبي الدقيق كويس كل ما الوصفة تطلع معاكي كويسة. هنا معانا شوية سمسم. عارفين أنا بعز السمسم قوي في القراقيش أو القرص أو أي مخبوزات يعني. طبعا الحبة دول مش هيملوا عيني، مش هيكفوني، فانا هاخد لسه جايبة من الكيس. احنا مقاديرنا كيلو دقيق، سمسم بالكمية اللي تحبيها، معلقة ملح صغيرة، في كوباية الخميرة باكو خميرة ومعلقتين سكر من بتاعة الأكل. هنحتاج للعجن حوالي كوباية ونص، وده بيرجع لنوع الدقيق بتاعك. تمام. كمية المادة الدهنية 400 جرام. 400 جرام دول أنا باخد 350 سمنة، وبحط 50 جرام اللي هم زيت. انتي بقى حابة تمكسي بينهم، تمام. حابة تعملي سمنة بس ممكن تعملي زيت بس على فكرة، بس يكون نوع زيت كويس يعني. ممكن تعملي كوبايتين زيت، مش لازم سمنة، ممكن نص ونص، كوباية وكوباية. هنا دول 350 جرام سمنة. تمام. هحطهم على النار يسخنوا كويس. دي نوع السمنة اللي انا بستعملها في المخبوزات. هنحط عليهم نص كوباية زيت. دي الكوباية اللي انا عايرت بيها، بتاخد بالظبط كوبايتين من الكوباية دي. دي الكوباية دي 200 ملي، هناخد نصها زيت. وبكده يبقى احنا مكسنا معانا 400 جرام مادة دهنية. هنسخنها على النار كويس علشان تنزل. يا ريت بس برضو بقول لكم النوع الزيت يكون كويس. ايه، انا قلت لكم نشترك في القناة ولا لسه يا جماعة؟ انا نسيت. بصوا الزيت نازل سخن ازاي. نحاول ما تكونش حاجة بلاستيك، حاجة بايركس او حاجة بورسلين ننزل عليها السمنة لانها بتبقى سخنة. طبعا هنقلبها بمعلقة او بسباتشولا الاول لان هي بتبقى سخنة كويس. بصوا يا جماعة، هي المخبوزات عامة بترجع للبس. انا العجان بتاعي صغير فما بياخدش كيلو كويس، فما بعرفش ابسه فيه يعني. وقلت ايه، حر بحر وتوليع فرن، بلاش اعمل بقى نص كيلو، انا اعمل كيلو وخلاص. احنا مش بنستغنى عنها في البيت في الفطار وكده. بس الاحسن لو عندك عجان طبعا. هنا المية دافية. عايزة اقول لكم انا واقفة يا جماعة، الجو حر جدا، وطبعا مولعة الفرن عشان اسخنه. فحاولي لو هتعملي المخبوزات في الجو الحر ده ما تسيبهاش تخمر، لان هي اوريدي وانتي بتشتغلي هتلاقيها خمرت زيادة عن اللزوم. معلقتين سكر من بتاعة الاكل اهي، وباكو خميرة. هنقلبهم كويس. المية دي مش باردة ومش سخنة، اللي هي دافية يعني قريبة للدافية. هنسيبها على جنب كده لحد ما نبس بس العجينة مع السمنة. وزي ما قلت لكم دي كوباية الا ربع مية، وهحتاج كوباية الا ربع كمان. وده برضو بيرجع للدقيق بتاعك، علشان كده بقولك ما تنزليش بالمية مرة واحدة. هنا بصوا هي سخنة، لهلبتني والله يعني. الحر والبوتاجاز والع والمروحة مش عاملة حاجة يعني. عايزة اقول لكم الجو كان صعب فعلا وانا بعملها. هي سخنة سخنة جدا. عايزة اقول لكم يعني احساسي ساعتها كده وصابعي عمالة تولع. تمام.
انا فصلت الفيديو لانها فعلا كانت سخنه جدا. دي دبانه مزهقاني برضو. هنبسها. اهم حاجه البس ده يا جماعه، ان كل الدقيق يشرب السمنه، ما يبقاش فيه ذره دقيق ما فيهاش سمنه. وعايزه اقول لكم ان السمسم بيفرق. السمسم حاجه مغذيه جدا. يعني في اتجاه دلوقتي ان يقولك اديه للاطفال، اطحنيه واديه للاطفال، حطوا لهم في الاكل. ده بيزود الكالسيوم طبعا في العظم. تمام. هنا بصوا الخميره فارت ازاي، عشان كده انا حاطه تحتيها طبق. بس هنبس كويس. على فكره الحر آه، كان مضايقني في العجينه، اللي هي حسيت ان هي خمرت زياده عن اللزوم. ادي هنفضل نبست كويس، والاخر هننزل بالميه دي. وانتي بتحطي الميه يتهيألك ان انتي يا الميه نزلت كتير قوي. لا، بصوا هنا اتبست كويس. بصوا العجينه اهي مش مشققه ولا حاجه. حاولي تعمليها في البيت، يعني ما تقطعيش ما تقطعيهاش من البيت. حلوه والله، بتظبط الصبح مع كوبايه شاي كده. زي ما بقول لكم احيانا الواحد بيبقى ملوش نفس يعني. الناس كمان اللي بتحب الشاي بلبن دي تظبط معاهم قوي. طبعا احنا بننزل الرغاوي دي لان دي الخميره يعني من المقادير. تمام. وكده كده يعني هنشتغل بايدينا. اهو بصي، وانتي بتعجنيها يتهيألك ان ايه ده الميه كتيره. لا، هي الميه مش كتيره. دلوقتي الدقيق هيشرب كل ده. تمام. عايزه اقول لكم يا جماعه، الجو الايام دي سبحان الله، اللهم اجرنا من حر جهنم. الجو صعب جدا. اهي بصوا، انا جنبي الميه دافيه اهي في البويلر. خدت تاني كملت كوبايه الا ربع تاني. وزي ما بقول لكم بيرجع لنوع الدقيق. اهي معايا اهي. هي نفس الكوبايه حطيت فيها كوبايه الا ربع، بس المره دي مش هنزل بيها مره واحده. المره الاولانيه نزلت بيها مره واحده عشان عارفه ان هي هتاخدها ويزيد كمان، وهتحتاج تاني قصدي. المرة دي بصوا انا مش بعجن بقى يا جماعة. بصوا على رأي ماما الله يرحمها بتقولك ايه، فتحي للعجين. يعني بس حاولي ايه تفتحي له كده المية تدخل في كل حتة. تمام. انا هفضل ارشرش كده في المية لحد ما احس خلاص. انتي من الخبرة من كتر ما بتعمليها هتحسي العجينة في ايدك. خلاص كده مش محتاجة مية تاني. بصوا كده انا خلاص كده اخري مع المية. يبقى كوباية الا ربع وكوباية الا ربع، يعني كوباية ونص. وبرده زي ما قلت لك قبل كده، عشان بس ما حدش ايه يحط ميه مره واحده ميه. ده بيرجع لنوع الدقيق بتاعك. تمام يا بنات يا حلوين، ويا ستات البيوت يا حلوين. اهو هنفضل برضو نفتح لها. بصوا العجينه بقت جميله ازاي. خلاص كده يعني. حاولي بقى كده ما تركنهاش كتير، هم 10 دقايق بس. الجو نار على فكره. تمام. خلاص كده انا هغطيها بستريتش او بكيس، اي حاجه عندي غطيها، فوطه اي حاجه. بس ما تطوليش عليها علشان ما تخمرش كتير. تمام. احنا هنا هنمسح الرخامه كويس. انا كده مصبناها يعني، بس بمسحها اكتر لاننا هنبتدي نفرد عليها.
تمام. بصوا يا جماعة بقى، عشان انا يعني مش عايزاها تقعد تخمر كتير، لان انا عبال ما خلصتها كانت خمرت اكتر. فبصوا العجينة جميلة ازاي في البداية. طبعا انا واقفة جنب البوتاجاز، حر جدا، الجو كان مولع. يعني عايزة اقول لكم مش محوق حتى المروحة. فحاولي ايه ما تسيبهاش تخمر، لان سيبيها ترتاح في الصينية، يعني شكليها وسيبيها ترتاح في الصينية. خلاص أنا كده مولعة الفرن على 200. احنا بنحبها محرفشة شوية. هقول لكم على كام طريقة كده نقطع بيها. ايوه كده. هنفضل نفرد كده. يلا يا جماعة شدوا حيلكوا شوية في التفاعل. بصوا هي مليانة سمسم ازاي. بقول لكم على موضوع السمسم ده، يعني آه يا ريت مثلا لو عظمك بيوجعك، شوية سمسم جنب الفطار الصبح كده، معلقة سمسم واحدة لو انت بتحبي السمسم يعني. آه، ده هيزود الكالسيوم عندك، هيخلي عظمك مش هيوجعك. حاجة تانية لو انت مش بتحبي السمسم، بصوا بقى يعني هقول لكم موضوع السمسم ده عامل معايا حاجة والله بتطلع حلوة جدا. بس هاتي السمسم محمص يعني ما تجيبوش ني. هنا هنضغط عليه بالنشابة علشان بس ايه ما يطلعش في الصينية. تمام. حابة اقولك لو انتي مش بتحبي السمسم ممكن تستبدليه بشمر، ينسون، كمون، اي حاجة يعني. بس بصراحة انا عملت قبل كده بالحاجات دي. انا بحب اكتر حاجة السمسم. هنقطع الزوايد دي علشان نعملها مظبوطة. حابة تعمليها رقيقة، حابة تعمليها تخينة شوية، ده بيرجع لك. بس حاولي تسويها في الفرن كويس، يعني خليها تاخد لون. تمام. انا هقول لكم على كذا طريقة. يمكن افضل طريقة بحبها اللي هي بلفها دي. ادي اهو قطعناها هنا بس عشان الفيديو فصل. دي طريقة تانية برضو. تمام. في طريقة انا بحبها يا جماعة، بحس ان هي بتطلعها من قلبها هشة كده، اللي هي بتروليها زي العيش الفينو. غالبا هي دي. غالبا هي دي كده. هتفرجيها بالنشابة او بايدك على فكرة. انا بس عشان كان الحر زهقني فقلت استسهل بالنشابة. هي بسهل، العجينة طرية جدا. بصي كده بتروليها كده. انا بحب الطريقة دي قوي لان بتخليه من جوه هش كده. تمام. اهو هنقطع بس الاحرف دي عشان شايفين ما بتبقاش مستوية يعني. وهناخد العجينة نرجعها تاني. بس كده نحط سمسم برضو. يعني في حاجات انا عملتها بسمسم، في حاجات ما عملتهاش بسمسم يعني. اكتفيت بالسمسم اللي جواها. تمام. لحد كده كويس. انتوا شايفين الصورة يعني الفيديو بيشرح نفسه. تمام كده. عايزة اريحكم بس من اللك شوية عشان في ناس بتقولي بتتكلمي كتير. بس والله احيانا انا نفسي مش بفهم الا اذا الشرح يعني حسيت ان اللي بتشرح شرح وافي كده. لان مش كل اللي بيتفرج يا جماعة عارف وبيفهم بسرعة الطريقة. لا انا من الناس اللي احب التكرار يعلم الشطار يعني. دي صينية تانية. ادي الصينية الاولانية يا جماعة. بصوا يا جماعة بقى الحرفشة. يعني عايزة اقول لكم مش خسارة في شوية الحر اللي اتحرتهم يعني. يا رب يكون الفيديو عجبكم. يا رب يكون. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك والشير. وشكرا يا حبايبي، وكل سنة وانتم طيبين. وقوموا يلا جربوها. باي باي.